تاني نقطة، انا مثلا عندي حاجة زي كده، فانا ايه خلوني اخد منه ايه بتاع كده. انا عندي ده، وبعدين عندي الارض بتاعتي. خلينا بقى احنا نكريت ارض. عندي مثلا ارض كده، والليفلات بتاعتها مثلا ايه، عندي مثلا ليفل عامل كده. تمام، وبعدين ايه، اعمل توين كيرفس. ماشي، الدنيا هتلبخ منه. عملت اوفست كده لده. تمام، وبعدين عندي لاير كده، وبعدين مثلا عندي إيه حتة مثلا ايه عاملة زي كده مثلا. انا ازاي ببدأ اتعامل مع اللايرات دي؟ بص، انا كان عندي مشروع كان طلع عينيا في الراي. انا خليني اشرح لكم حبة حاجات في الايه في الحتة دي، في حيث ان كيس ان انتم ما قدرتوش تفهموا الجراوند دي، فاحنا ممكن نبقى نشرحها تاني. بس انا هشرح لكم النهارده ايه بشكل عام كده الحاجات المبدئيه بتاعتي. اول حاجه، هم هنا كلهم على حاجه واحده، على نقطه واحده، وده ما بيحصلش. تاني حاجه، انا لازم ارفعهم لحد هنا لان ده دور البودروم، فانا مش محتاجه سيت بوينت واقوم اعمل ايه، اعمل كده. طيب، انا دلوقتي عملت كده، وبعدين ايه، هاجي ابص الاقي مثلا ان دول بدأوا ينزلوا لتحت، فانا مثلا ايه، ده كده واحده واحده هنزلهم مثلا متر مثلا. فانا هنا هتعامل مثلا ان ايه، المتر كده هيبقى كبير قوي، فبلاش متر، خلينا نقول مثلا ايه، نص متر مثلا. تمام، في العادي ان الليفلز بتكون متر، يعني في العادي ان الحاجات دي الليفل بتاعها بيكون متر. تمام، فانا ايه مثلا مسكت دول كده. طيب انت بقى في اوقات الدكاتره بيسمحوا لك ان انت تلعب في الليفلز، واوقات ما بيسمحوش. فانت ممكن تكريت حاجه على مزاجك، يعني مثلا انت ممكن مثلا ده عامل كده. تمام، ممكن ما يكونش هو عامل كده اصلا، ممكن تلاقي الليفلز بتاعتك عامله كده. تمام، كده مثلا. وتيجي تبص تلاقي مثلا ايه، خلينا لو عملنا مثلا ريبيلد، عندك حاجه عامله كده، وانت بقى عايز تقعد تكريت فيها وتظبط فيها، فانت عادي، ما انت ممكن مثلا تقوم جاي ماسك دول كده، تبدا تظبط وتبدا تدي مثلا كأن ايه، كأنك بتدي اشاره ان الليفلات بتهيئ اللي جاي. لان انت بتتحكم في الليفل بتاعت المشروع. انت وانت بتعمل المشروع انت مسؤول عن ان انت زي ايه، بتدي يعني احساس فني كده للبني ادم او الانسان اللي داخل ان انت ايه، ان انت داخل او خارج من مشروع. فانا هنا ايه ببدا امشي الليفلات بتاعتي بناء على اللي انا عايزه. تمام، اجي مثلا هنا بصيت لقيت دي داخله لجوه قوي كده، لا مثلا رجع ده هنا كده وظبط الدنيا. هات ده مثلا قدام شويه، رجع ده ورا شويه كده يعني. تمام، بعد كده بعمل ايه، ببدا مثلا ان انا بقوم جاي عامل دول كده، ماسك دي كده وعامل اكسترود كيرف. اكسترود كيرف لتحت، انا عملتها لفوق بالغلط طالما. وانا بعمل اكسترود انا بحدد له الاتجاه، طالما انا مثلا نزلت تحت فانا اكتب له 50 فهو ينزل 50 لتحت. تمام، فباجي ابص بلاقي ان هو ايه، هو هنا عمل وكل حاجه مفيش مشكله. بس الفكره عندي ان هو يعني ايه، ده كده داخل جوه. فلو جيت مثلا انا عملت ايه بقى واحنا بنعمل السكشن هتفهموا قصدي في الحوار ده. فانا مثلا خلونا ايه، ننزل آه، لتحت شويه بحيث ان الحاجات دي تبدا تبان. خلينا ننزل مثلا 5 كمان. تمام، طيب دي كده خطوة، ودي خطوة مهمة، وكده احنا عملنا الليفلز بتاعتي. طيب خلونا نيجي مثلا نشرح الليفلز بطريقة تانية. انا مثلا عندي شكل
عامل مثلا كده، وقمت جاي مثلا واخد من ده كده ايه كوبي، وعامله كده ومسكله كده مثلا، ومنزله كده. وعندي ليفل وعايز اعمل ايه، وعندي حاجة وعايز اعمل الليفلز بتاعتي مرتبطة بالموضوع ده. وعندي حتة ارض وعايز اظبطها. بص تخيل ان انت عندك حتة ارض عاملة كده اهو، تمام، وعندك، ومديك هنا يقول لك انت عندك 6 ليفلات 7 ليفلات. فانا جيت مثلا قلت له توين 7 كيرفز اهو، تمام. انا بقى لازم ابدا اكريت الليفلات دي، فانا ببدا بقى واحده واحده ان انا اتعامل مع الليفلات دي، بمعنى ان انا اجي مثلا اقوم اعمل ايه، يا اما ابدا اعمل انسيرت كنترول بوينت، انسيرت كنترول بوينت، وابدا مثلا اجي هنا كده واضيف نقط، او ان انا مثلا ابدا ان انا اتعامل بايه، بالكيرفات. يعني مثلا اجي ايه، انا مثلا هعمل المدخل بتاعي من الناحيه دي مثلا كده، فانا هبدا اوجه الشكل بتاعي كله. بصوا بالظبط كده زي ما انتم شايفين كده اهو، كده مثلا انا هبدا اوجه الشكل بتاعي كله مثلا للاتجاه ده، ان انت طريقتك كلها هتبقى معايا هنا. فانا هبدا مثلا اقوم جاي اعمل مثلا ايه، ماسك ده كده واعمل سبليت، ومثلا ماسك ده. خلي بالكم هنا انا مفيش حاجه، مفيش قوانين معينه، انا كل اللي انا بعمله ان انا بفكر بطريقه ازاي اوضح الشكل بتاعي. تمام. انا جيت مثلا قمت ايه، قمت تمام، قمت عامل سيت بوينت الاول، وظابط كل دول هنا كده. وبعدين ايه، واحده واحده بقى ايه اظبط مثلا برضو ده هنا كده. اجي مثلا اقول له مثلا تريم، واقوم ماسح، فيبدا بقى ايه، يبدا الشكل بتاعي. مثلا اقوم جاي مثلا اعمل ده اوفست كده، سمية لبره، تمام. واقوم جاي مثلا قايل له اعمل لي سبليت، ومستخدم دي ودي، وعامل مثلا ايه فيلت. تمام. نفس الامر ابدا امشي معاه كده ايه، واحده واحده، سلمه سلمه. اجي مثلا اقوم مسح ده، واقوم جاي مثلا عامل نفس الامر ده ايه، مقدم دي مثلا لقدام او ما الى ذلك يعني. وابدا اكريت حاجه، او ان انا بقى مثلا ايه، في طريقه تانية ان انا مثلا اقوم جاي عامل الاتي، ان انا اجيب دول مثلا كده، اقوم جاي عامل دي كده اكسترود كيرف، ولحد هنا مثلا، ومكريت من دي. تمام. اجي الاول اقوم قايل له ايه، اعمل لي بوليان سبليت. فاقوم جاي عامل ومختار ده اللي هو الكاتنج اوبجكت، فهو يبدا يعمل ايه، هو كده دي بقت لوحدها، وطلع لي واحده كمان من ده، وفضلت دي. واقوم جاي عامل ايه، كونتور. اللي انا هعمله ده مش شرط انتوا تعملوه، بس هي حركه، هي بروفيشنال شويه بس ريسك، اي غلط فيها بيوديك في ده. فانا هروح للايه، للفرونت فيو، تمام، واعمل الكونتور بتاعي، او اجي على ريفرنس انا متاكد ان هو قائم، واقوم جاي اعمل كده مثلا، واقول له مثلا كل 50 متر، اللي هو كل نص متر، يعني كل 50 كل نص متر. هو هنا بدأ يكريت لي دول. بعد كده ان انا ابدا اعمل ريبيلد، اخليه زي ما هو واحد، وازود عدد النقط بقى بتاعتي بعد براحتي، 12 بقى 17 ايا يكن. تمام. فانا جيت مثلا خلاص ماشي، امشي بالراحه بقى كده، وابدا ان انا ايه، اكريت الليفلات بتاعتي او الحاجه بتاعتي كده مثلا. تمام. وابدا مثلا ايه، انا هنا عملت ديت، هقول لكم ليه، لان انا مثلا دلوقتي
انا مثلا هاجي اخد دول كده، وابدا ان انا ايه اتعامل ان انا بقى بكري حاجه جديده. تمام. وممكن اقوم جاي بالراحه خالص، اعمل بين دول كده ايه توين كيرفز جداد اهو. اجي هنا كده، صح دول يفضل عندي دي كده مثلا، واديني كده ايه، كده انا عملت حركه ان هو كأن هنا مثلا في ايه، في سلالم اهي. تمام. واجي اقوم جاي ماسك الاتنين دول مع بعض واقول له اعمل لي اكسترود ليه. عشان لما اجي اعمل كده، عشان لما اعمل اكسترود في العادي ان المفروض ان هو اه ممكن يكون عشان المكان اختلف. ماشي ماشي. ممكن يكون الفكرة في ايه هنا مثلا اقول لكم، دول مثلا قصاد بعض لو جيت عملت اكسترود، فهو هنا بصوا هو هنا فاتح دي كده دي مفتوحة، بس هنا ممكن يكون المسافات اتغيرت. فانا ممكن اعمل ايه عشان احافظ على حاجة زي دي. انا مثلا ممكن اقوم شايل دول كده، تمام، وشايل اخر واحد وماسك ده وماسح ده كمان. انا عملت هنا كام واحدة؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، تقريبا انا عملت سبعة. فانا هاجي هنا وهنا كده واقول له توين كيرفز، اه سبعة، واقوم جاي قايل له ايه. هو تقريبا اتجاه السهمين دول مختلف. فانا بص اشوف ده كده، ده اتجاهه اهو. خلينا نشوف بقى الاتجاه ده كده. مش عارف. المفروض يعني ان الاتنين اتجاههم واحد. ما علينا، ما علينا. تمام. ممكن اعمل برضو ايه، اعمل نفس الفكره اللي أنا قلت لكم عليها دي، اعمل توين كيرف واعمل واظبط على سبعه، بحيث ان انا لما اجي ما ظبطتش اقوم جاي عامل ايه، اقوم جاي عامل اكسترود كيرف عادي خالص 50. تمام. واجي الشكل ده اهو، عشان الحته بتاعتي تبقى مفتوحه، واعمل اكسترود كيرف لحد هنا، واقوم جاي قايل له ماسك دول كده وقايل له بوليان ديفرنس، وبعدين اقوم جاي مختار اللي جوه دي، فيقوم ايه، فيقوم راح مسح. تفضل الحته دي ايه فاضيه كده بس. وكده انا ابتديت ان انا ايه اكريت او اعمل. فالفكره ان انت بتتعامل مع التوبوغرافيا انك بتشكلها على زي ما انت عايز. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟